السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قريبا أو قريب من سيد الإنسانية، سيد الثوار، سيد المظلومين الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل عباس، مأجورين إن شاء الله. تشوفون هذا الحشد اللي المليون صراحة اللي جاي، المئات اللي جاية والملايين والآلاف اللي جاية. يعني اليوم أنا ويوسف قعدنا نسولف فد شغلات، لقينا او التمسنا فد شيء كان كلش واضح عند الزوار. شوف الزوار عندهم اخلاق وعندهم انسانيه، وتشوف مو وتشوف الناس اللي يزور اللي تقول له ايش بيك، يقول لك رحم الله والديك ويبوسك، وهو اللي يعتذر بحكم التسامح والمشي ومتكاتفين ويد وحده، الكل بدون استثناء ان كان اجنبي او عربي، في سبيل الحسين، في سبيل الحسين وفي سبيل هالمسير هذا. خاصه العراقيين، انا شفت ناس هم يعني اصحاب مشاكل مشكلتيه، بس من تجي تسلم او تخزره يتبع عليه يجي يعتذر منك بهذا الوقت مال زياره. ليش ما نخلي طول ايام السنه هذا المسير؟ يعني مو المسير مشي، لا، مسير بالاخلاق اللي موجوده هسه اللي يتحلى بها الزائر. من اخلاقنا يعني مثل اخلاق هاي الايام، مو يعني تشوف انا يعني شيء عجيب، زوار ما تشوف لك، شفت لك اثنين تعاركوا؟ لا ماكو. شفت لك صار حادث لو شيء ثلاث ما ونسوان؟ ابد ماكو عبالك ملائكه سبحان الله ويمشون. ليش ما احنا هذا المسير نخليه دائما كل السنه، انه احنا عندنا اخلاق واصحاب مسؤوليه، واحد يحترم الثاني، لا انصراف المجتمع هذا. بالتالي هاي ترجع لاخلاق اهل البيت، يعني احنا جايين لازم نقتدي باخلاقهم نبي واهل بيته ان كانوا من غير هم يحطون لنا هذا الشيء، وهم بعد اهل بيت النبي اقرب الى من غير ناس. مو بالختام ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله ربي يحفظ العراق والعراقيين اجمع بدون استثناء من داخل الفاو. تحياتي لكم، مع السلامه، وكان يا يوسف.